السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اهلا بكم في قناتكم اسكندرية اليوم. الرحاب ام عمر، يوم جديد من ايام مشاريع اسكندرية. من اهم المشاريع اللي موجودة في اسكندرية الايام دي والسنة دي توسعة كورنيش اسكندرية. تمام، احنا موجودين فين؟ موجودين قدام شيراتون المنتزه اهو، افخم واشهر فنادق اسكندرية. وده الشاطئ الخاص بشيراتون، بفندق شيراتون المنتزه. يا رب الصوت الهواء. زي ما شايفين الجو في اسكندرية دلوقتي الساعة 1 تقريبا، وانا شايفة بداية كده اعمال للرص والسفلت. تعالوا نسرق لقطة عشان التصوير بيبقى صعب من تحت. اهو بصوا، ده الطريق الجديد يا جماعة، ده هيبقى اسفلت ان شاء الله. تيجوا في الصيف تمشوا عليه كده بالعربية. وده السور كورنيش الجديد. متابعة لاخبار المشروع، صورنا من حوالي اسبوع، كان لسه مفيش الرصف ده كده اهو. ده بابور الزلاط، ده بداية عشان السفلتة، ده كده بداية عشان هتسفلته ان شاء الله. انت بتعمل بالبابور كده عشان بعد كده السفلتة داخلة. ربنا يعينكم، شكرا ليكم بجد، شكرا. بصوا يا جماعة، كده بجوار سور المنتزه على طول. ده شكل الكورنيش الجديد اهو، زي اللي عند البريفاج. ودي كده بلوكات مؤقتة عشان فصل الطريق عن الحارات القديمة. التوسعة بعرض 15 متر عشان يبقى 5 حارات رايح 5 حارات جاي. هنشوف مع بعض. انا بفرح جدا لما اشوف المعدات كده والدنيا ماشيه وشغاله، الشغل على قدم وساق، عشان ده يعني يعتبر الطريق الرئيسي في اسكندريه. طريق الملكه نازلي، طريق الجيش، كورنيش، شارع البحر. وبصوا رايح جاي بيستك الارض، او هي اسمها ايه دي كده؟ بيستك الارض. اسمها ايه العمليه اللي هو بيعملها دي؟ هو بيسوي الارض، بيسويها، بيدكها يعني. ايوه الله. الاسفلت هينزل امتى؟ ايه؟ الاسفلت نزل امتى؟ الاسبوعين اللي جايين. الاسبوعين الجايين دول. تمام، ربنا يعينكم، شكرا. زي ما عرفنا المره اللي فاتت البلوكات السوداء دي عشان صرف امطار البحر. تمام، امطار صرف الامطار في البحر، يعني الكورنيش ما يغرقش، ما يبقاش فيه تكدس لمياه الامطار على الاسفلت. عمليات فنيه، بس احنا بنقول لكم ايه اللي بيحصل. اللودر بيشيل الرمله يسويها، والبابور الزلط بيستك استعدادا لفرد الاسفلت. ودي البوابات الشواطئ الجديده اهي. احنا كده في المنظره. طبعا في المشروع ده يا جماعه يعني بادئ في مرحلتين مع بعض، من المنتزه لغايه البريفاج، وبعدين من ميامي لغايه السرايا. تمام، والمحروسه وفندق المحروسه. هنروح نشوف دلوقتي برضو ايه الاخبار هناك، لكن ناخد الجزء ده الاهم اللي شغالين فيه. الجزء هناك شغال برضو، الاتنين شغالين بالتزامن مع بعض عشان يخلصوا ان شاء الله. الناس بتسألني هيخلص امتى؟ ان شاء الله اخر 5/1/6 هيكون الطريق ده خلص. طبعا ده الاهم دلوقتي، ويمكن في مشاريع يعني يقللوا فيها الشغل شويه زي مشروع ابو قير، عشان مشروع توسعة الكورنيش يخلص الاول عشان الحركه المروريه طبعا وبدايه دخلة الصيف. دي المنطقه السكنيه اهي. هو اللي بيتم دلوقتي مد مواسير الصرف اهو، في جزء وبعدين الردم والسفلته. عربية الصرف اهي واقفة. طب والبحر هو شغال، شايفين يعني جبال الرملة دي بيتم بقى الردم جوه البحر.
الناس بتقول لك البحر هيبقى غريق، لا عندنا تجربه في البريفاج والحمد لله السنه دي البريفاج مفيش حالات غرق ولا اي حاجه خالص، بيتم مراعاه ده يعني ان شاء الله خير، مفيش اي حاجه وحشه. دي البوابات يا جماعه، عشان في ناس مفكراها كافيهات، دي بوابات معموله كده ايه عاليه كبيره شويه، فيها تغيير عن البوابات التانية، ان شاء الله تبقى احلى. احنا الصيف السنه دي هيبقى صيف ساخن جدا، شواطئ جديده وهتبقى اسعار جديده، لكن انا متوقعه تبقى الاسعار 25 جنيه زي البريفاج، والشواطئ هتبقى موجوده، لكن كلنا بنتمنى ان ما نشوفش كافيه قافل علينا البحر. دي امنيتنا يعني احنا كشعب اسكندريه بصراحه. يا مسهل. ركبت بقى انا مشروع عشان ايه المشوار. شايفين هنا بصوا كده ميه الشتاء طالعه، دي بيتم بقى معالجتها بالردم. او بصوا ما هي مش هتنفع معاكي غير عربيه زي كده تصوري بيها والله بمشي على رجلي بس انا تعبت. لا على رجلك حرام ليه يعني. يا جماعه بصوا هنروح فين. تعال اول نشوف خالد بن الوليد، منطقه ميامي. ادي البحر اهو. هنا عند سانتوس. لسه موجود كده، احنا داخلين على منطقة البريفيج. تمام. لا لسه والله، ده احنا هنا كده في العصافرة في شغل، وداخلين برضه فعلا على منطقة البريفيج اهو. شواطئ العصافرة، وهي دي البريفيج شغال معانا، مفيهوش اي حاجه لان التوسعه تمت السنه اللي فاتت، ومن المناطق الجميله جدا والشواطئ الحلوه جدا. بصوا البحر. وصلنا ميامي، يلا بينا ننزل. احنا كده في ميامي، ده مكان نفق ميامي فاكرينه، والباركينج كنا بنخش وبنصور من عنده، وشاطئ ميامي اللي كان ب5 جنيه ده كان شاطئ صعب جدا يعني. الحمد لله ان هو هيتشال وهيتغير، وبعد منه جزيرة ميامي. شايفين اهو البحر لونه حلو قوي. مش دخلوني. احنا فين؟ ادي خالد بن الوليد اهو، وده نفق خالد بن الوليد، وادي البحر والمنط. تعالوا كده نقرب. الناس اللي طلبوا تصوير البحر وخالد بن الوليد وميامي ادينا اهو في فيديو تاني، لكن نفس الموضوع. بصوا الشغل، في حفر جامد هنا. بصوا طبعا شغالين بالليل. بصوا الكشافات موجوده اهي. ده قدام منط ميامي. زمان كنا نطلع ونركب وننط من هنا، لكن هيتشال ان شاء الله. بصوا يا جماعه، ده مكان النفق. طب هنا كان فيه المحلات تحت، مش عارفه موجوده ولا لا. تعالوا هنشوف، بس شوفوا البحر الاول اهم من اي حاجه. بصوا الجمال. نشوف حد نسأل او نروح بنفسنا نشوف ايه النفق فين وشغال ولا لا. كنا بننزلوا كده الحته دي وندخل تحت محلات، طلعنا كانت نعدي الطريق كده بتطلعنا على راس النفق من هناك وشارع خالد بن الوليد.
دي جزيرة ميامي، جزيرة الكور، عملنا فيها فيديوهات من جوه البحر روعة طبعا، واخدنا فيها رحلات من هنا لغاية المنتزه رايح جاي. مكان تاريخي، خلي بالكم لو عايزين الفيديو ابعتهولكم. يعتبر من بقايا اسكندرية القديمة، مقابر وشوارع وسلالم جوه. الفيديو في التفصيل موجود على القناة. النهارده كام التصوير ده يا جماعه؟ يوم 18 مارس، عشان بس نبقى عارفين. مش عارفه بقى نزله النهارده نزله بكره، عندي زحمه فيديوهات كتير جدا، مش عايزه حد يزعل لو حد الفيديو بتاعه اتاخر. اهو واحنا كنا هناك شايفين اهو، كنا جنب اسوار المنتزه، ودي شواطئ البريفاج، وده شاطئ ميامي نفق خالد بن الوليد. المكان هنا كان ضيق جدا فعلا، كان محتاج توسعه، وكان انا نفسي كمان ده كان يتشال، والسور الحديد ده نفسي برضو يتشال. ان شاء الله هنتابع مع بعض. يلا بينا نكمل ونشوف رايحين على فين. اللي جاي ده مكان شاطئ فريسكا اهو، صورنا فيه لما كنا قاعدين في الشقه هنا، فاكرين في الصيف كان سعر الدخول 15 جنيه، لكن زي ما بقول لكم المتوقع يبقى 25 زي البريفيج اهو. بصوا كان شاطئ عريض الشاطئ ده، وكان جماله وحلاوته ان انت تبقى قاعد تبقى قدام المراكب كده. تعال نشوف كمان البوابه اللي هناك دي بتاعت الجزيره. تيجي بقى السور هنا يقفل تاني اهو زي ما انتم شايفين. كل ده بيتشال طبعا لما بيخلصوا. الله يعينهم ويعين اهل اسكندريه، وان شاء الله المشروع هيبقى جميل وروعه. وبصوا المعدات طول ما احنا ماشيين شايفينها. المشاريع المهمه جدا اللي انا يعني فرحانه بيها هو مشروع مترو اسكندريه. لينا شقق هنا، وادي مكتب عماد اهو. لو عايزين شقق في ميامي تمليك ايجار نبعت لكم الفيديوهات ومن الناس المحترمه على ضمانتي. زي ما شفنا الفيديو بتاعنا النهارده لان انا تعبت. متشكره جدا ليكم. وخدنا مشروع توسعه كورنيش اسكندريه اخر التطورات، وبدايه استكلاتها ان شاء الله باذن الله. والناس اللي بتسال المواعيد امتى، ان شاء الله 1/6 هتكون الشواطئ كلها شغاله. ايه اللي شغال دلوقتي؟ شواطئ اسكندريه كلها شغاله، البريفاج، ستانلي، جليم، شواطئ بحري، الانفوشي، ايه تاني مش عايزه انسى حد. يعني هو بس التوسعه دي لغايه منطقه لوران، شواطئ سيدي بشر. ممكن بعد ما اقفل معاكم الفيديو وانا راكبه كده اخد لكم لقطه من شواطئ سيدي بشر برضو ولوران، بصوا عليها بعد ما اقول لكم. متشكره جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي اعمال شركه المقاولين العرب طبعا، التوسعه وحمايه الشواطئ شغاله في نفس الوقت. بصوا هنا اهو، ده شاطئ فندق رمادة ألتون. التوسعة وحماية الشواطئ اللي جوه دي، والحاجز الغاطس بتاع شركة المقاولين العرب.